السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعاكم فيديو جديد من قناة دينا ريان. قبل ما تبتدي الفيديو اشتركوا في قناتي بصندوق احمر تحت الفيديو عشان عيلتي تكبر بيكم. يلا بينا النهارده نعمل مع بعض وصفة حلوة جدا جدا ان شاء الله تعجبكم، من ضمن برضو الميزانيات الاقتصادية، من ضمن برضو الافكار التوفير كتير جدا جدا. ان احنا نعمل حاجات زي كده مخبوزات تنفع للفطار وللعشاء طبعا، من البندات اللي بتاخد يعني مصاريف اكتر من وجبة الغدا كمان. هي وجبة الفطار والعشاء طبعا بتبقى حاجات خفيفة بس طبعا بتكلف. فالمهم بقى عشان ما اطولش عليكم، النهارده نعمل مع بعض قرص وقراقيش. كان عندي اللهم صل على محمد، شفت اللي هو لما بنشيل القشطة عشان نعملها سمنة، فبيطلع مننا لما بتيجي تفصل بتطلع من عينة الشرش بتاع القشطة. فكان عندي بصراحة شايلة في الفريزر كيسين، فقلت اطلعه واعمل معاكم قرص وقراقيش. بس عايزة اقول لكم طلعة تجنن بمعنى الكلمة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة كده جبت كيس خميرة، حطيته في كوباية مية دافية، وحطيت عليه معلقتين سكر كبار كده، وقلت خليها على جنب كده تختمر مع نفسها لحد ما احط المواد الجافة على بعض، عشان نبدأ نحط السوائل بعدها. في اي حاجه او اي معجنات تعمليها لازم تحطي المواد الجافه كلها مره واحده وتخلطيهم مع بعض، بعد كده تبداي تنزلي بالمواد السائله مع بعض. دلوقتي هنجيب بقى الطبق وبنحط فيه الدقيق. انا جبت سمسم مطحون. بجد التكايه دي عجبتني قوي قوي، ومفيده جدا جدا، وفيها طبعا غذاء جدا للاطفال. السمسم فيه حديد طبعا. بصوا يعني هو بيعادل كوبايه اللبن، معلقه السمسم بتعادل كوبايه اللبن. لو اولادك مش بيحبوا اللبن اديهم معلقه سمسم الصبح. بجد تفرق معاهم جدا جدا في الكالسيوم. انا كنت وانا حامل كنت باكله على يعني كنت باكله عشان كنت كارفه اللبن خالص. فخلينا في موضوعنا دلوقتي. جبت كده الدقيق، حطيت عليه ذرة ملح، وطبعا لازم ذرة الملح دي عشان تبقى سنة. وبعد كده هنحط، انا حبيت احط كده كام معلقة سكر عشان بس تحلي العجينة، ان انا عاملاها سادة مش حاطة فيها اي حاجة خالص. وبعد كده هحطي معلقه صغيره بيكنج باودر، بلاش تحطي الكيس كله، انا عامله كيلو دي بلاش تحطي الكيس كله لان انا جربتها خلت القرص كبرت قوي والقراقيش بقت شكلها مش حلو خالص. فبحط معلقه صغيره كده على الكيلو بتفرق يعني، بتنفش الحاجه حاجه بسيطه. هنا كنت جايبه 5 جنيه سمسم، يعني تقريبا 8 كيلو او اقل من 8 كيلو بشويه. حطيته كله. بصراحه كان مخلي طعم القراقيش تحفه قوي. حبيت بقى ادي كده تركية بسيطه كده للقراقيش، حطيت شويه قرفه. بجد مديها نكهة حلوة أوي. أنا حاطة يعتبر نص معلقة صغيرة مش مزودة عشان أولادي برضو ملهمش في القرفة أوي. وأحط بقى كل المواد الجافة دي كده على بعض وأقلبها. برضو هنعيد تاني ونقول حطينا ايه. اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت كيلو دقيق، عليه ذرة ملح، 5 معالق سكر كده عشان يحلي بس العجينة. وكمان حطيت معلقة صغيرة بيكنج باودر، وحطيت السمسم بتاعنا على حسب الكمية، وده اختياري مش إجباري، مش حابة سمسم بلاش خالص. في طريقتين بقى للعجن، يعني ممكن بقى في الخطوه دي تبداي تنزلي بالسمنه بتاعتك او بالزيت، وتبداي ان انت تفركي العجينه، ان انت تشربي الزيت او السمنه عامه الماده الدهنيه بالدقيق. انا بدات حطيت الخميره الاول، لما لقيتها فرت معايا كده فحطيت الخميره الاول. بس كان يستحسن ان انا انزل بالماده الدهنيه الاول، وابدا ان انا اشرب العجين الدقيق كله بالماده الدهنيه بتاعتي، وبعد كده انزل بالمواد السائله اللي هي بقى الخميره، ولو احتاجت لبن احطها. بس انا بصراحه نزلت بيها الاول. فالطريقتين تمام يعني، طلعت معايا مظبوطه وجميله جدا جدا. هنا بصوا الخميره كانت فارت معايا بطريقه مش ممكن، لان كنت حاطه لها ميه دافيه فسرعت الخمران بتاعتها. فهنا بقى هبدا ان انا اقلب. طبعا هشيل المعلقه بقى وهبدا اشتغل بايدي. هنا كنت الشرش زي ما قلت لكم بتاع اللبن بتاع القشطه اصلا، دفيته كده على النار شويه لانه كان مجمد. بصوا. وحطيت عليه يعادل الكوبايه الا ربع زيت. قلت برضو عشان يبقى مزود من قيمته كده ويخلي العجينه تلمع كده وتبقى حلوه. ما شاء الله كان متهيألي اكتر من لا كيلو الا ربع. يعتبر الشرش كان كيلو الا ربع ما شاء الله، فما احتجتش اي سوائل تاني غيره اعجن بيه. تمام كده. زي ما قلت لكم حطيت كوبايه الا ربع زيت على الشرش، فما شاء الله مخلي معايا العجينه تحفه جدا. بصوا انا قفلت الكاميرا بقى وبدات ان انا اعجن مع نفسي كده في الارض، وبعد كده زي ما انتم شايفين كده سيبها بقى تخمر عشان تزودي برضو الخمران بتاعتها، واحنا برضو عشان الجو بدا يسقع فلازم تغطيها بشنطه كده النتيجه يعني. وبعد كده ببدا احط عليها فوطه كده او قماشه واسيبها تخمر مع نفسها. هرجع لكم تاني بعد ما تخمر واوريها لكم. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، خمرت وبدات ان انا المها كمان. بصوا العجينه طريه بطريقه عايزه اقول لكم جميله جدا، بتتشكل اي تشكيله، ومش مزوده فيها الزيت خالص. انا عاملاها عجنها بزيت مش بسمنه.
حبه بسمنه براحتك خالص، حبه بزيت براحتك، حبه الشرش بس اللي انا عاملاه دوت، لانه اصلا بيبقى فيه بواقي السمنه البلدي اصلا. برضو من غير حاجه تمام قوي. طالعه معايا تحفه جدا. طبعا بقى فرشت في الصاله، الكلام ده كان اولادي في المدرسه، فقلت اشتغل براحتي خالص. فرشت بقى الفرشه في الصاله وقعدت وقلت ايه عشان اشكل براحتي كده الموضوع هيطول. فما شاء الله اللهم بارك، الكيلو رمى معايا كتير جدا. هتشوفوا دلوقتي الكميه بعد ما تستوي تبقى عامله ازاي. الحاجه اللي في البيت والله يا جماعه بتبقى فيها بركه جدا جدا. الحاجه بقت غاليه جدا، فانت لازم حاولي على قد ما تقدري الحاجه تعمليها في البيت. حتى لو ما بتعرفيش، شغلي كده اي فيديو على اليوتيوب وابداي ان انت تعملي الوصفه اللي انت عايزاها. هتوفر معاكي جامد جدا. لو جبتي كيلو دقيق يعمل معاكي كميه قرص حلوه قوي. انا كنت بعمل كيلو دقيق بيطلع معايا حاجه و40 قرصه. دلوقتي القرصه بره ب2 جنيه وب3 جنيه، فحاجه كده يعني الله المستعان. فانت حاجه ضمناها في البيت وعاملاها بايدك، فاحسن بكتير واوفر بكتير. فالحاجه في البيت بتبقى احسن طبعا. اولادي بيفرحوا جدا جدا لما بعمل حاجه زي كده. يوم لما جم المدرسه وعرفوا ان انا عامله قرص بجد، يا ماما طب شاي بلبن بقى شاي بلبن يلا عشان ناكل القرص. فكانوا فرحانين جدا جدا بحاجه زي كده. وكيلو دقيق والفانيليا والبيكنج باودر والحاجات دي كلها ما كلفش معايا 20 جنيه والله العظيم. وطلعوا معايا كميه كبيره جدا. بصوا اللهم بارك. انا عندي السجان دي كبيره مش صغيره، يعني بتبقى قد الفرن اللي هو 5 شعله اللي عندي. بتبقى قد الفرن بالظبط. بصوا ما شاء الله. عملت صاج مليان قرص، وصاج تاني قرص على قراقيش، وصاج تالت قراقيش بس. اللهم بارك. عملوا معايا 3 سجان كبار. كميه قرص حلوه قوي وكميه قراقيش برضو ما شاء الله. فالحمد لله كده بدأت اسويهم. كنت خلاص بصلي الظهر وهم في الفرن، وكنت نزلت خلاص. يعني اللي هو الكلام ده كله عملته قبل الظهر الحمد لله. على طول انا بحب اعمل المعجنات دي بالليل، بس اولادي بيزهقوني الصراحه، فقلت اشتغل كده في الروقان. جيت وديتهم المدرسه والحضانه، وجيت بقى اشتغلت في الحاجه. فقلت لا مش هنام، يلا بقى انا ايه هتشجع واعمل. بصوا زي ما انتم شايفين بحط كده صاج من تحت وصاج من فوق. مش مشغله الشوايه، انا مشغله من تحت بس، ورافعه طبعا الصاج شويه. ببدأ كده لما يستوي من تحت ببدأ اطلعه لفوق. والسخونية بقى بتاعت الفرن بتخليه ايه من تحت ومن فوق يتحمروا كويس. وزي ما انتم شايفين دلوقتي هتشوفوا الشكل عامل ازاي. اللهم بارك. كان حاجة كده زي الفل. بصوا القرص والقرايش بتحكي عن نفسها، مش محتاجة ان انا اتكلم. بجد جميلة جدا. الف انا وشوفها اللي كل عجبتهم جدا جدا. والقرص بصوا انا عاملة احجام. يعني في احجام كبيرة شوية تلاقيها في احجام ببقى مصغرة شوية، بتبقى ايه ما شاء الله ايه مليانه. بصوا ما شاء الله طريه ازاي. الشرش مخليها تحفه، وبرده اللبن القاطع بيخليها برده طريه قوي كده. بس جميله جدا. والقراقيش بصوا بتحكي عن نفسها. القراقيش جميله جدا وطريه. يعني القراقيش طريه مش ناشفه. فسيبتها تتهوى طول اليوم عشان تنشف معايا المج ده بقى بتاع جارتي صراحه. كنت محتاسه الصبح، وكنت محتاجه يعني ربع كوبايه دقيق كده ان انا الم العجينه. فبصراحه خبطت عليها وقلت انا عايزه دي. فحطيتني ادتني في مج كده عجبني، قلت والله لا اصور فيه واعمل فيه شاي بلبن. هي تشوف الفيديو دلوقتي وتتعرف على المج بتاعها. جميل ما شاء الله. عملت فيه الشاي بلبن بقى. كانت بعتلي فيه الدقيق عشان ما طلبت منها الدقيق. فقلت لها الحقيقة من نص كوبايه دقيق الصراحه محتاجه كنت محتاجاه وكده. فالمهم راح ادتني فيها الله